قال لكم وراء كل رجل عظيم امرأة. من هو هذا الهين ابن الهين الذي ادى هذا المثل؟ كيف وراء كل رجل عظيم امرأة؟ والله ما وراء كل رجل مديون إلا امرأة، اللي هو مديون وراه امرأة. وراء كل رجل ذليل امرأة، وراء كل رجل جبان امرأة، وراء كل رجل فقير امرأة، وراء كل رجل حراف امرأة. هذا الذي وراهم الامرأات. أما وراء كل رجل عظيم امرأة، دائما الرجال العظام يكونوا عزيبة. أي رجل عظيم تلقوا أنه عزب ولا قد طلق. ما أصبح عظيم إلا انطلق. ولكن تشتوى هذا الرجل يصبح عظيم ومعه مرة ما ينفعش، ما يقدرش يقع عظيم، ما يقدرش. ما معه لا يقع يا عظيم الرجاء صاحب البيض جاء. النسوان الداحوسات، النسوان يعني المرة. ليش يا أخي تدي لك غريم لا عندك؟ كذاك عايش مرتاح تدي لك غريم لا وسط البيت. لا وسط غرفة النوم. يا أخي أنت ما أنت عبيط غبي. لك عايش مكيف براسك حر، ما يشتي يعيش. يعني الزواج الحرب الوحيدة الذي ترقد جنب العدو. الزواجة ها يعني كدك عايش ومبسوط، تسمر، تسير، تجي، تسافر، تتأخر، تفعل اللي في راسك، حر ماشي. قال لك الشي يدخل القفص الذهبي. وقال لك دخلت المركزي، قال لك دخل القفص الذهبي. نهنئ ونبارك للعريس الغالي بمناسبة دخولها القفص الذهبي، وأنك دخلت القفص المركزي. طبعا هذا الكلام مش لكل الناس، لا، لأن دحين الكل ينتقدني ما كان مستوى بتهبط الناس من الزواجة. لا لا لا، الزواجة جميلة وحلوة وهي سنة إلهية ونبوية، وضروري أن الشخص يتزوج ويخلف ويعيش حياته، ضروري. ولكن في بعض النسوان داحوسات يتحشين الرجال، يعني سمها لن مرتاح، لن تراقد تقومك. قوم هيا قوم. ليش أقوم؟ ما بش معي عمل ولا قوم هكذا قوم. مخزن مكيف تيجي تشغلك تأثير غدوة عرس واشتي 50,000 حق فستان واشتي تبشرك معك عمل تتصلك. ها تعال أنا بسرت جني. يا سعام علشان تجي اسرع جي أنا خايفة بسرت جني خطي من قبالي يعني تهول لك المواضيع، ثم هل أنت مرتاح مكيف. بعض النسوان بعضهن يقدرين إن أزواجهن معاهم أعمال، بيتأخر الليل معه عمل، راقد تعب. ليش الواحد بيرقد؟ بترقد وانت سالي وانت فارح؟ والله ما بيرقدنا الا الضبح والحراف والفقر يرقدك. ما لو في جيبك زلط ما تقدرش ترقد. معك بندل ابوالف ما تقدرش تقوم تتنبع. تتنبع وتخرج السوق تخزن لهذا وتدي لهذا وتخزن وتضحك وتتعشى وتكل وتخرج انت والمرأة والاولاد ما تقدرش ترقد. هاي يركدك الا الحراف ويجي تقومك. قوم يلا اذكر الهموم، قوم اذكر الديون اللي عليك، قوم علشان تخرج في الشارع وقد وراك سرب. كل واحد يشتي الدين اللي عندك له، صاحب الدكان، صاحب الدجاج، صاحب البوفيا، صاحب المقوت. فرسالة إلى النسوان، لو ما زوجك يرقد في البيت خليه يرقد. ما رقد إلا من ضبح، من فقر، من حلاف، من الوضع هذا رقد، خليه يرقد. لو سمر خارج وتأخر
لا تتصلي ليش بسرتي جني، بسرتي فاري، بسرتي ثعبان الأقرع، وبسرتي خلي له حاله. الرجال هذه الأيام ضابحين للنخاع، ضابحين. فالنسوان اهدأين. فهذا الكلام للنسوان ليس الكل، للنكديات فقط. هذه تنكد على زوجها، تقومه من وسط النوم، تتصل له، تشغله اتصالات، وين انت ليش تأخر. هذا الكلام لكن يا نكديات يا داحوسات. هذا الكلام لكن قد الله أخبر مثلا وثلاث ورباع، لأنه داري إنك داحوسة نكديات، فو علام الغيوب. فهذا الكلام للنسوان هؤلاء الداحوسات. أما النسوان العاقلات الواعيات اللي تقدر زوجها لا تأخر، معه عمل، لا رقد وهو ضابح، لا ساه، عاقلة واعية. هذا المرأة الذي واحد يطرحها بين العيون، هذه الذي ليش تتزوج عليها؟ إذا زوجها تزوج عليها فهو ظالم. تتزوج على واحدة محترمة عاقلة مقدرة الظروف، صابرة على الحلوة والمرة معه، هذا واحد طرحها فوق عنوان الراس. وعلشان نكون منصفين في هذا الموضوع، كذلك في رجال يتأخروا لآخر الليل بدون عمل، لعبه دمنه سوري، ويفلت مرته في البيت. هذا ما يجوز، ما يجوز. يعني إذا معك عمل صح، إذا معك عمل ومرتك نكدية، روح لهذا البيت قل لها طالق. أيوة، إذا معك عمل وهي نكدية على طول بالراحة. وفي بعض الرجال يرقد لا مغرب، ومرته تبكر من 7 الصبح تطلب الله عشان تصرف على زوجها. هذا الأيام في رجال كثير راكنين على نسوانهم، يركن على مرته تأكله وتشربه وتخزله. هؤلاء الرجال ألعن وأرذل وأنجس من خلق الله على وجه الأرض، الذي يركن على مرته تأكله وتشربه. عادي يتعاونوا، الرجال يجي جزء بسيط والمرأة جزء بسيط، الاثنين بيشتغلوا والاثنين بيتعاونوا على هذه الحياة وعلى هذه الظروف، عادي. ولكن إنك ترقد وراكن على مرتك تأكلك وتشربك وانت راقد لا مغرب، ما تكلف نفسك تقوم تدور لك عمل تشوف، هذا انت نذل خسيس ملعون كلب. فاحنا الشيء نكون منصفين. اذا تشي ترقد لا مغرب لا عشاء لا وانت ضابح ضانك، عادي ارقد ومعك قرشين حق اكل وشرب، مش ترقد ولا معك ولا ريال وراكن على مرتك تصير تشتغل عشان تأكلك انت وجهالك يا نذل يا خسيس يا كلب الرجال.